السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده عامله لكم كريم كراميل باسهل طريقه ممكن تتخيلوها. طبعا انت بتجيبي اللي هو الكيس اللي هو الجاهز اللي في السوبر ماركت. بتجيبي طبعا جوه العلبه او الباكت بيبقى فيه كيسين. كيس اللي هو اللي انت بتعمليه اللي هو الكريم كراميل، اللي هو اللي انت شايفاه دوت قدامك ده. والكيس اللي هو الغامق اللي هو ده ايه؟ الكراميل نفسه. ده بتفتحي الكيس اللي هو الكراميل، بتحطيه في قعر اللي هو القالب اللي انت هتعملي فيه. انت بتجيبيها من عند مستلزمات الحلواني، الكبات اللي هي اللي زي كده الموجة دي، هتلاقيها عند مستلزمات الحلواني. هي بلاستيك او في المونيا، انت براحتك بقى عايزه تستعملي، وفي تيفال كل حاجه يعني اللي موجود استعمليه، او اللي عندك يعني استعمليه، اللي في متناول ايديك. بتحطي في قعر اللي هو الكوبايه بتاعتك او العلبة يعني بتاعتك. بتحطي الكريم كراميل اللي هو الغامق ده، تفرشيه في القعر. وبعد كده بتعلقي بقى ايه، بتجيبي كوباية لبن او زي ما هو مكتوب عليه على الكيس. بتجيبي كوباية لبن او كوبايتين لبن، هو بيبقى فيه باكيتين على فكرة. ده اسمه عبوة التوفير. بتحطي كوبايتين من اللبن وعليهم الباكيتين اللي هما بتوع كريم كراميل. بتدوبوهم الاول كويس قوي على البارد، وبعدين بترفعي على النار. وبعد ما قوامهم يعني ايه هيبتدي يتقل، بتروحي بقى ايه صباه على اللي هو الكريم اللي هو الغامق ده، الكراميل الغامق. بس كده، وتحطيهم في التلاجة وهما سخنين زي ما هما كده، مش تقولي بقى لما يبرد، لا. هي مفيش ظرف 10 دقايق كده او ربع ساعة بتاكلي كريم كراميل، احلى كريم كراميل. احلى من هو اللي بيتعمل ببيت بقى والدبكة اللي انت عارفاها دي، لا. اهو زي الفل. احنا عملنا 3، بس انا قلت ايه اوريكم بقى ايه وقت لما عجبنا وكده. قلت لا، لازم اوريكم بقى ايه الكراميل اللي هو الكريم كراميل اللي هو في الاكياس الجاهزه بيبقى ايه عامل ازاي. طعمه تحفه جدا، جميل جدا، جربوه وهيعجبكم قوي. يعني بعد كده مش تعملوا اللي هو ده،